السلام عليكم، كده حلقه جديده من مزمزه كوره تقديم ابو زيزو، باذن الله تعجبكم، وحلقه جديده من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله ال 24. النهارده باذن الله حلقتنا مش هتكون زي كل حلقه، وهتكون مكونه من 3 اجزاء. نتكلم الاول عن الدبل اللي هيكون في الجوله 25 والبلانك اللي هيكون في الجوله 26. عارف طبعا ان في دبل تاني في 28 وممكن بلانك في 29، بس خلينا بس نتكلم في اللي احنا فيه دلوقتي. وكالعاده الجزء الثاني من الفيديو هيكون ايه اهم الماتشات المستهدفه وايه اللعيبه اللي احنا عانينا عليها. الجزء الثالث هيكون هو جزء الكابتنه. مبدئيا كده خلينا نرص الفرق اللي عندها دبل في الجوله 25 من الافضل للاسوء. هنلاقي ان في سيتي، بعد كده ليفربول، بعد كده برينتفورد، بعد كده لوتون. رغم ان انا شايف لوتون وبرينتفورد الاثنين ما ينفعش اصلا نجيب منهم اي لعيبه، عشان زي ما انتم عارفين الدبل بتاع برينتفورد ضرب نار ضد سيتي ضد ليفربول، والدبل بتاع لوتون ضد ليفربول ضد يونايتد. خلينا برضو نرص الفرق اللي عندها بلانك في الجوله 26. ليفربول ولوتون بعد ما كان عندهم دبل في 25 عندهم على طول بلانك في الجوله 26. دي مصيبه كبيره جدا. وكمان تشيلسي وتوتنهام. فتخيل بقى معايا يا سيدي السيناريو ده، انت معاك مثلا ثلاثي من ليفربول، وعندك كمان بيدرو بورو، وعندك بالمر، وليزيدي تينا بقى لو انت اصلا ما عندكش دكه قويه. فدي طبعا دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا. البلانك بتاع 26 في خيارين قدامك. اول خيار انك تلعب زي ما انت عايز بالتشكيله زي ما انت عايزها في الجوله 25، وفي الجوله 26 تفعل الفري هيت. اكيد هتكسر الفري هيت قدام، واكيد احنا محدش عارف الظروف، يعني الجولات اللي جايه لسه اعلنوا امبارح اصلا في دبل في 28، فما تعرفش بقى الجولات الجايه ايه جولات هيبقى فيها دبل كتير، ايه الجولات هيبقى فيها بلانك كتير، فاكيد انت هتكسر الفري هيت لقدام. اما بقى بالنسبه للخيار الثاني، والخيار الثاني ده ليه شرط مهم جدا جدا، انك يكون عندك دكه بتلعب ودكه قويه. وهو مثلا لو انت عندك 2 لعيبه من ليفربول دلوقتي، فكفايه جدا يكون عندك 2 من ليفربول. بلاش تعمل تريبل من ليفربول دلوقتي يا عم، لو انت عايز تعمل تريبل ممكن تعمل تريبل من سيتي احسن، اللي عنده بورنموث كمان الجوله 26. ولو عندك كمان مثلا بالمر او بيدرو بورو، فانت يستحسن انك تتخلص من واحد فيهم دلوقتي، بحيث ان الثلاثه بتوع الدكه دول ينزلوا مكان مثلا الثنائي بتاع ليفربول عندك، وبيدرو بورو او بالمر حسب انت هتتخلص من مين. لو انت بقى محتار ومش عارف تتخلص من مين، فخليني كده اكلمك عن بالمر وبيدرو بورو عندهم ايه في الماتشات اللي جايه. بالنسبه لبالمر عنده ماتش اللي جاي ضد كريستال بالاس بره ارضه، بعد كده هيلاعب السيتي في الجوله 25، بعد كده هيبقى عنده البلانك، غير كمان ان هو عنده برينفورد وعنده نيوكاسل بعد البلانك. اما بقى بالنسبه لبيدرو بورو، فبيدرو بورو هيلاعب برايتون اللي هو مش في افضل حياته، بس صحيح ماتش برايتون صعب. بس بعد كده عنده ماتشين ضد ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس على ملعب توتنهام، فالاوقع انك تسيب بيدرو بورو وتتخلص من بالمر، خصوصا ان ممكن يكون في خيارات افضل انك لو انت عايز تجيب حد خط وسط من اللعيبه اللي هم هيلعبوا الماتشات الدبل. بالنسبه لعيبه ليفربول ولعيبه السيتي طبعا كلنا عارفينها وهتكلم عليها في الماتشات المستهدفه، بس بالنسبه للوتون وبرينتفورد كنت عايز اتكلم على لعيبه ممكن اتكلم عليها لو انت مصمم، يعني رغم ان الدبل بتاعهم صعب جدا، فاكيد ممكن تجيب مثلا توني من برينتفورد او تجيب اديبايو من لوتون. اديبايو المتالق جدا، وكمان الماتش اللي جاي عنده شيفيلد، فمتوقع جدا ان هو يتالق، خصوصا ان هو اتالق في الجولات اللي فاتت كلها. عايز تجيب مدافع، ففي دوتي من لوتون. اللعيب ده ما طلعش بلانك من الجوله 16، فانت متخيل لعيب ما طلعش بلانك من الجوله 16، مش بالنسبه للكلين شيت طبعا، بالنسبه للمساهمات الهجوميه. فده برضو اسم ممكن تجيبه لو انت مصمم، رغم ان الدبل هيكون صعب جدا 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 قدام يونايتد المتالق جدا، وقدام كمان ليفربول. دلوقتي بقى هنخش على جزء الماتشات المستهدفه، وفي رايي الجوله دي ما فيهاش ماتشات كتيره مستهدفه، بس هتكون جوله كويسه جدا. الجوله هيكون الافريج بتاعها في العالي عشان السيتي وليفربول عندهم ماتشات سهله. واول ماتش هتكلم عليه هو ماتش السيتي ضد ايفرتون في ملعب ايفرتون. عارف ان الماتش ده رخم، وقلت على الجوله اللي فاتت الماتش ده كان رخم عشان في ملعب ايفرتون واول ماتش في الجوله، بس توتنهام قدر يكسب ايفرتون 3-1 في ملعبه، فما بالك بقى السيتي ممكن يعمل ايه. وكمان ايرلينج هالاند خلاص بقى جاهز وبدا الماتش اللي فات اساسي، اكيد الماتش ده هيبداوا اساسي، وفودن في فورمه ودي بروين موجود، فمتوقع جدا ان السيتي ممكن يكسب سكور في الماتش ده. فودن ما شاء الله الجوله اللي فاتت جاب هاتريك، وفي ال 23 ماتش بتاع الدوري بدا منهم 20 ماتش، بس انا عندي شكوك كده وعندي احساس، يعني ده مش بناء على اي حاجه ولا اخبار اي حاجه، ان الماتش اللي جاي ممكن يريحوا وممكن يقعدوا على الدكه، خصوصا ان هو ممكن يلعب دوكو، ممكن يلعب جريليش، ممكن يلعب اي حد يعني. بس برضه فودن طبعا لو لعب وارد جدا 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 ان هو يتالق. وتاني ماتش هو ليفربول ضد بيرنلي، ماتش على ملعب ليفربول، ماتش هيكون سهل بنسبه كبيره جدا لليفربول بعد ما كان خسر الماتش اللي فات ضد ارسنال، فاكيد عايزين يردوا وعايزين يرجعوا بشكل قوي الماتش اللي جاي. فطبعا عينك على ليفربول، عينك على جوتا. الماتش اللي فات نونيز كان احتياطي، فعينك على جوتا هو ده الاساسي، بعد كده عايز تفكر بقى في نونيز لويس دياز اللي انت عايزه. اما بقى بالنسبه للباكات بتاعت ليفربول، انا مش عارف، الماتش اللي فات كان ارنولد بدا اساسي وروبرتسون كان احتياطي، رغم ان هما الماتش قبل اللي فات كانوا نزلوا هما الاثنين، الماتش اللي اتألق فيه برادلي كان هما الاثنين كانوا نزلوا من على الدكه يعني.
بس مش عارف بقى الماتش اللي فات هل هو كان شايف جوميز مثلا هيقفل دفاعيا اكتر على ساكا، مش عارف وجهة النظر فين. الماتش اللي فات كان واحد اساسي منهم واحد احتياطي. هل الماتش ده هيبدأ بالاثنين هيرجع للوضع الطبيعي؟ برادلي الماتش اللي فات برضو كان قبل الماتش بيوم كان والده كان اتوفى، فما كانش موجود في القائمة بتاعة الفريق، فممكن برضو يديله فرص الماتش ده. انا مش عارف جاهزية ارنولد وروبرتسون لحد فين يعني هم جاهزين، بس المفروض في العادي يبقى ارنولد وروبرتسون هم يبداوا، في اي مفاجاه هيبقى جوميز وبرادلي مكان ارنولد. اخر بقى ماتش هتكلم عليه هو ماتش نيوكاسل ضد نوتنجهام. لقينا في الماتش اللي فات بتاع نيوكاسل كسب بسكور، وتقريبا معظم الناس تألقت ما عدا جوردن اللي كان بيلعب كمهاجم صريح. جوردن بنسبه كبيره برده الماتش ده هيلعب، بس الماتش اللي فات كارلوم ويلسون كان انضم للقائمه ونزل في الشوط الثاني، فكارلوم ويلسون برده خطير جدا جدا، فممكن يبدا بيه الماتش ده وجوردن يرجع عادي مكانه كجناح شمال. فبرده عينك على ويلسون وعينك على جوردن، وطبعا عينك في الدفاع على تريبيه يعني. ونيجي بقى لاخر جزء وهو جزء الكابتنه. طبعا الكابتنه المضمونه الجوله دي هالاند يا دي بروين، وبالنسبه لليفربول كابتنه جوتا. اما بقى بالنسبه للكابتن ديفرنشال فطبعا تشوف اي حد تاني من السيتي. عايز كابتن مثلا فودن كابتن ديفرنشال نفعت الماتش اللي فات وجاب هاتريك. عايز كابتن مثلا برناردو سيلفا، عايز تشوف انت عايز كابتن مين يعني. وبالنسبه لليفربول ممكن طبعا كابتن نونيز او لويس دياز. في رايي برضو كابتنه حد من نيوكاسل هتكون ديفرنشال، فانك لو انت عايز كابتن يا جوردن يا اما كالوم ويلسون. وانت عايز بقى تجو اكستريم اكتر من كده فطبعا ممكن تكابتن اديبايول هيلاعب شيفيلد على ملعبه لو انت عندك اديبايو يعني. وممكن تكابتن طبعا سولانكي اللي هو هيلاعب فولهام. ودي تبقى نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واحب برضه استعرض لكم نسب الكلين شيت المتوقعه للجوله اللي جايه. مستني رايكم تحت في الكومنتات، واهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.